السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم غادا نشارك معكم طريقه تحضير الطرط بالحامض، كتجي جد سهله. اول حاجه كنصوبوا الكيك العجيب، ومن بعد كنحضروا الكريمه اللي جد سهله ومكونات بساط وكتوجد لينا في سرعه. كيكون الشكل ديالها بحال هكا كيف ما غادي تشاهدوا معايا. قبل ما نمشيو لطريقه التحضير والمكونات، كنتمنى اللي كيشاهدني اول مره يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس، وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم وباللايكات ديالكم كذلك. الكيك ديالنا ولا الطارت ديالنا كتكون على هذا الشكل هذا، مذاق رائع جدا. بسم الله وعلى بركه الله. المكونات اللي غادا نحتاجو في هذه الوصفه هذه اللي هما 2 بيضات كاملين، وكذلك 80 مليلتر ديال الزيت، 80 مليلتر حليب. بالنسبه للسكر سنيده 100 غرام عندنا، والدقيق قياس 180 غرام. حاولت نعبرهم لكم بالكاس ديال العنبه، وساشيه ديال الخميره الحلويات، وحامضه محكوكه كامله. طريقه التحضير جد سهله. كندير شيشه ديال الملح، وكنبدا نضيف اول حاجه البيض والسنيده، كنخلطهم مزيان. نقدروا نخلطهم غير بالطراب اليدوي او الكهربائي على حساب فاش ارتاحيتو، ما كتحتاجش الخدمه بزاف. ومن بعد كنبدا نضيف الزيت وكنخلط مزيان بشويه بشويه. وكذلك ما نساوش حتى كتمزج لينا المكونات، عاد كنبدا نضيف المكون اللي من بعده. دابا غادا نضيف الحليب كيف ما كتشاهدوا معايا، نخلط مزيان حتى كيمتزج الخليط ديالي بهذا الشكل هذا. ومن بعد كنحاول نضيف الحامض ديالي اولا القشور الحامض، ونخلط المكونات ديالي. كيبقى ليا دابا الخماره والدقيق، كنبدا نضيفهم بشويه بشويه، نحاول انني ما نحطش كلشي في وقت واحد. صراحه سهل جدا، ما تعكزوش عليه، حاولوا انكم تحضروا. صراحه كيجي لذيذ واخا الحامض كيكون ماشي حامض بزاف، ويعني المذاق ديالو وسط. صافي كنكمل الدقيق اللي عندي، كنحاول انني نجمع هذوك الدقيق اللي كاين في الجناب كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي حتى يعقد لينا بحال هكا، وهذا هو الشكل ديال الخليط ديالنا. كناخذ واحد مول، هذاك الشكل اللي كيكون المول العجيب كيف ما كنسميوه، كندهنو انا بالزبده، وكندير فيه شويه ديال الدقيق من الفوق. من الاحسن الا بغيتو تدخلوا واحد 5 دقائق الكونجيلاتور يقبض مزيان، عاد كنضيف ليه الخليط اللي عندي. بالنسبه لدرجه الحراره عندي انا هنايا 180 تقريبا 40 دقيقه. بالنسبه للفور على حساب كل واحد والفران ديالو واش كيسخن بزاف ولا لا. مهم واخا قلت لكم الوقت، بقاو راقبوا شوفوا القياس ديال الفران ديالكم. يعني صراحه كيتفاوت، واخا كتكون نفس درجه الحراره ولكن ماشي فحال فحال. هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا بعد ما طاب لينا، تحمر مزيان. دابا ملي طاب الكيك ديالنا غنمشيو نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريمه ديالنا غادا نحتاجو ربعه اولا 250 مليلتر، كنزيدوا عليها 70 غرام ديال السكر، وكذلك بيضه كامله، و2 معالق ديال الدقيق ممسوحين، ما يكونوش عامرين بزاف باش ما يقصش لينا الخليط، وقشور ديال الحامض وعصير حامضه كنضيفوه حتى للاخر. غتشاهدوا معايا الطريقه. اول حاجه كنضيف انايا البيض وكنخلطو مع السنيده مزيان. عاد من بعد ملي كنخلطو مزيان كيف ما غادي تلاحظوا معايا، ما نديرش الدقيق من الاول لان ما غاش يتخلط ليا مزيان، غادي بحال يدير ليا حبيبات ويتكركب ليا. من الاحسن نخلطو السنيده والبيض، ومن بعد كنضيف لهم الدقيق. اللي زوين في هذا الكريم هذا ما كنحتاجش ندير كل حاجه بوحدها ولا نطيب هذه بوحدها، لا غادا ندير كلشي في كاسرونه وحده وغادا نحطها فوق العافيه. صافي دابا بعد ما خلطته مزيان غادا نضيف الحليب الكميه اللي عندي كامله، نخلطها مزيان. نحاول حتى دوك
الدقيق ولا هذاك اللي بقى في الجناب ما نخليهش لاصق قبل ما نحطه فوق النار. صافي كنبقى بحال هكا وكنحطو فوق العافيه وكنتسنى حتى كيعقد فوق نار مهيله، ما نجهدش العافيه. صافي كنبقى هكا كنخليه حتى كيعقد. ملي كيعقد عاد كنضيف عليه القشور الحامض، وفي الاخير كنضيف الحامض اللي عندي كيف ما غادي تلاحظوا معايا. صافي وكنخلط كلشي كنحطو في الجنب حدايا بين ما وجدت الكيك ديالي في الطبق اللي غادا نحط فيه اولا طبق التقديم. كيف ما غادا تلاحظوا معايا كيكون عليه هذا الشكل، هذا الكريم اللي كنجمعو من الجناب كيف ما لاحظتيو ما كيلصق في القاع ما حتى حاجه، كيكون بهذا الشكل هذا. صافي انا هنايا حطيت الكيك ديالي في طبق التقديم وغادا نحاول نحط الكريمه ديالتي كيف ما كتلاحظوا كتجي شويه وسط الشكل ديالها، ولكن من بعد كتعقد. صافي كنحاول انني نوصل لهذوك الجنيبات نقادهم غير بالمعلقه بحال هكا كيف ما غادي تلاحظوا معايا باش يبان الشكل ديالها مقاد. صافي وهذا هذا هو الشكل، وكنخليو الكريمه تبرد. ملي غادا تكرم غادا تعقد وتيبس لينا عفوا. صافي هذا هو الشكل. ممكن تكتفيو بالشكل ديالها بحال هكا، ممكن تضيفوا اللي بغيتو. انا هنايا زدت عليها من الفوق شويه ديال اللوز ايفيلي حمرته وزينت به من الفوق. ممكن نديرو سكر كلاص من الفوق اولا من الجناب حتى هو كيجي رائع جدا. نديرو شي طريف ديال الحامض من الوسط، كيبقى تسيان اختياري وشكلي، كل واحد على حسب الرغبه وعلى حسب اشنو متوفر عندك في البيت. صراحه الكيك بلا لوز كيجي رائع جدا. بغيتي تضيفوا اللوز اولا اي حاجه لكم ذلك، كيبقى كيف ما ذكرت لكم من قبل ان تزيين اختياري. وهذا هو الوصفه اولا الطارت بالحامض اللي حضرنا اليوم. كنتمنى تعجبكم صراحه. انا غادي نحاول نقطع هنايا طريف باش تشوفوا الشكل ديالها كيف ما كتكون. انا هنايا ما حطيتهاش لا في الثلاجه لا والو، خليتها غير بردت عادي في درجه حراره المطبخ، وهذا هو الشكل ديالها. اما لا دخلتوها للثلاجه غادي تزيد تقعد اكثر، ولكن انا بغيت غير لهاد الحراره العاديه باش تبقى الكيك ديالنا يبقى رطب وكيجي صراحه رائع جدا. كنتمنى الوصفه اللي شاركت معكم اليوم تعجبكم وتنال الاستحسان ديالكم. ما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم وباللايكات ديالكم كذلك. شاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ان شاء الله، ومع وصفات جديده باذن الله.